حلقة اليوم عن قوة التجاهل، كيف تحمي نفسك من طاقة الآخرين السلبية. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء. موضوعنا اليومي يلامس جانبا مهما جدا في حياتنا الاجتماعية وتفاعلاتنا اليومية، ألا وهو كيف نتقن فن التجاهل ونتحصن ضد الأذى الذي قد يصدر من الآخرين. جميعنا مررنا بتجارب شعرنا فيها بلسعات كلمات جارحة أو محاولات استفزازية أو حتى تقليل من قيمتنا. في خضم هذه المواقف قد نشعر بالضياع أو الغضب أو حتى الرغبة في الرد بالمثل. لكن هل هذه هي الطريقة المثلى للحفاظ على سلامنا الداخلي؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل اليوم. دعونا نتفق في البداية أن التجاهل ليس علامة ضعف أو استسلام، بل على العكس تماما، هو قوة داخلية حقيقية. إنه القدرة الواعية على اختيار ما نركز عليه طاقتنا الذهنية والعاطفية. عندما نتقن فن التجاهل، نحن في الواقع نسحب السلطة من الأشخاص الذين يحاولون التأثير سلبا على حياتنا. نحن نختار بوعي ألا نمنحهم مفتاح التحكم في مشاعرنا وأفكارنا. إذن، كيف نبدأ في بناء هذا الدرع الواقي؟ كيف نتقن فن التجاهل بفعالية؟ إليكم بعض الخطوات العملية. أولاً، فهم دوافع المؤذي. في كثير من الأحيان، الأشخاص الذين يوجهون إلينا النقد اللاذع أو يحاولون إثارة غضبنا يكونون مدفوعين بمشاعرهم الداخلية الخاصة. قد يكون الأمر نابعا من شعور بالنقص أو الحسد أو حتى مجرد محاولة يائسة للفت الانتباه. عندما نستوعب أن سلوكهم غالبا ما يكون انعكاسا لمشاكلهم هم، يصبح من الأسهل علينا ألا نأخذ كلامهم وأفعالهم بشكل شخصي. ثانياً، تحديد الأولويات بوضوح. حياتنا مليئة بالأهداف والقيم التي نسعى لتحقيقها. هل يستحق الشخص الذي يحاول إيذاءك أن يستحوذ على جزء ولو يسير من تفكيرك ووقتك الثمين؟ غالباً ما تكون الإجابة قاطعة: لا. ركز طاقتك على ما يهمك حقاً، ودع الضوضاء الخارجية تتلاشى. ثالثاً، تغيير زاوية الرؤية. حاول أن تنظر إلى الموقف من منظور مختلف. تخيل أن ما يقوله أو يفعله هذا الشخص هو مجرد صدى لمشاكله الداخلية، وليس له أي علاقة حقيقية بك أو بقيمتك. هذه النظرة المختلفة يمكن أن تخفف الكثير من وطأة الموقف. رابعاً، التحكم في ردود أفعالك. هذه نقطة محورية. لا تسمح لهم بسحبك إلى دائرة الاستفزاز. تعلم كيف تتوقف للحظة قبل أن ترد. خذ نفساً عميقاً. اختر رداً هادئاً ومقتضباً إذا لزم الأمر، أو في كثير من الأحيان يكون الصمت الحكيم هو أقوى رد. خامساً، وضع حدود واضحة وحازمة. لا تتردد في رسم خطوط حمراء في تعاملك مع الآخرين. إذا كان هناك شخص يستنزف طاقتك بشكل مستمر ويسبب لك الأذى، فمن حقك تماما أن تقلل من تفاعلك معه أو حتى أن تبتعد عنه تماما. سادسا، التركيز على مصادر الإيجابية في حياتك. وجه انتباهك وطاقتك نحو الأشخاص والأشياء التي تغذي روحك وتمنحك السعادة والدعم. استثمر وقتك في علاقات صحية ومشاريع بناءة ترفع من معنوياتك. سابعاً، بناء وتعزيز ثقتك بنفسك. كلما كانت صورتك الذاتية أقوى وإيمانك بقدراتك أعمق،
قل تأثير كلام وأفعال الآخرين السلبية عليك. اعمل باستمرار على تطوير نقاط قوتك والاحتفاء بإنجازاتك مهما بدت صغيرة. ثامناً وأخيراً، التدريب والممارسة. إتقان فن التجاهل هو مهارة تحتاج إلى وقت وجهد وممارسة مستمرة. قد تجد صعوبة في البداية، وقد تفلت منك أعصابك في بعض الأحيان، لكن مع مرور الوقت والمواقف المتكررة ستصبح أكثر قدرة على تجاهل ما يؤذيك بفعالية وسلاسة. ما هي المكاسب التي سنجنيها عندما نتقن فن التجاهل؟ الفوائد جمة وتستحق العناء. الحفاظ على صحتنا النفسية. سنتحرر من الكثير من التوتر والقلق والغضب الذي ينجم عن التفكير المستمر في كلام وأفعال الآخرين المؤذية. توفير طاقتنا الثمينة. بدلاً من استنزاف طاقتنا في ردود فعل غير مجدية أو في التفكير فيما قيل وفعل، سنوجه هذه الطاقة نحو تحقيق أهدافنا وأحلامنا. تعزيز ثقتنا بأنفسنا. التجاهل يمنحنا شعوراً بالقوة والسيطرة على حياتنا وردود أفعالنا، وهذا يعزز من ثقتنا بأنفسنا وقيمتنا الذاتية. تحسين جودة علاقاتنا. عندما نتوقف عن الانجرار وراء السلبية، نصبح أكثر قدرة على بناء علاقات صحية وإيجابية مع الأشخاص الذين يقدروننا ويحترموننا حقاً. زيادة إنتاجيتنا وتركيزنا. عندما يقل التشويش الخارجي، يصبح بإمكاننا التركيز بشكل أفضل على مهامنا وأهدافنا وتحقيق المزيد. في الختام، مستمعين الأعزاء، فن التجاهل ليس دعوة لتجاهل الحق أو التخلي عن قيمنا، بل هو دعوة واعية لتجاهل الأذى والأشخاص الذين يحاولون بث السم في حياتنا. إنه درع واق نختاره بأنفسنا ليحمي سلامنا الداخلي ويمنحنا الهدوء الذي نستحقه. تذكروا دائما أن قيمتكم الحقيقية لا تستمد من آراء الآخرين، وأن سعادتكم هي مسؤوليتكم الأولى. نتمنى لكم أسبوعا مليئا بالراحة والسلام الداخلي، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة. إلى اللقاء.